هي لا علاقات بتموت وإحنا مع بعض، وعلاقات تانية بتفضل منورة رغم المسافات. لو فاكرين إن الحب وحده كفاية عشان أي علاقة تستمر تبقوا غلطانين. العلاقات استثمار، وأي مجهود بنبذله مش بيروح طالما بنستثمره مع الناس الصح. خلوني أحكي لكم موقف حصل معايا أثر فيا جدا. صديق غالي جدا على ولادي عايش في الإمارات وجه يزور مصر. الشاب ده كلنا بنحبه لأن أصله طيب وعمره ما نسي العشرة. بالرغم من أجازته قصيرة جدا وقته ضيق، بس عمل حاجة ما كنتش أتوقعها. نزل مخصوص يشتري لي هدية، والأجمل إنه سأل وطقس لغاية ما عرف أنا كان نفسي في إيه بالظبط، وجابهولي وكأنه عايش معايا. عاوزة أقول لكم قد إيه فرحت بيه هو وبمجهوده أكتر ما فرحت بالهدية نفسها، رغم إن الهدية قيمة جدا. ساعتها افتكرت وقلت أفكركم إن القيمة الحقيقية مش في الهدية نفسها، القيمة الحقيقية في المجهود اللي اتبذل عشان تسعد الناس اللي بتحبوه. الرسالة دي بوجهها لكل زوج. مراتك لما بتزعل انك نسيت مناسبة ليها او هدية، هي مش محتاجة الهدية نفسها، هي محتاجة تحس بقيمتها عندك، محتاجة تشوف ان انت بذلت مجهود عشان خاطرها. اللي بيحب حد بيبني له رصيد يكفيه وقت الخلافات ويكفيه في الايام الصعبة. يعني من الاخر العلاقة صح هات وخد. فحبيت افكركم انكم لازم تستثمروا مع حبايبكم عشان حبل الود يفضل موصول.